السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. هنرد الاول على كومنت سلبي كده جايلي. هقول كده دعوة حلوة الصبح: ربنا يكبر بخاطر كل واحد وكل واحدة تكبر بالخواطر ويعزه، وربنا يكسر بخاطر كل واحد وكل واحدة يكسر بالخواطر ويذله. مش هقول اكتر من كده. اللسان الحلو ربنا بيديهوله، يعني انت ربنا بيديكي فيه لسانك الحلو. لسانك الوحش ده بقى من عملك ومن شيطانك ومن افعالك، والعياذ بالله. فانا الحمد لله عمري ما قلت في وش مخلوق كده كلمة تزعل. يعني الحمد لله ربنا يكبر بخاطرنا جميعا. اللهم اجبرنا جبرا يتعجب منه أهل السماء وأهل الأرض. هنعمل النهاردة حكايتين اتنين، أيوة مجبورين. كيكة للأنسة روجي عاوزاها بالشوكولاتة، وبروجي ما بيحبش ولا بالشوكولاتة ولا بالفانيليا. هنعملها بالفانتا، ومش عاوز باللبن، أنا عاوز بالفانتا. فمطلعة البيض وبس، ايه، هشوف الغسالة واعمل المواعين اللي في الحوض كده، وبعد كده نعمل حاجتنا بتاعتنا مع بعض. هسيبكوا شوية ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما روقنا المطبخ وروقنا البوتاجاز بتاعنا. رغم ان انا قايله ايه، البيت اللي ما فيهوش مواعين وما فيهوش كركبه ما فيهوش روح. قلت بقى مش كل يوم ابدا الفيديو بتاعي بترويق المطبخ وترويق بوتاجازي والحوضي والكلام ده. النهارده يوم كده هيبقى كيكه وحلويات ومش عارفه ايه. خلينا نبداه بيوم حلو ويوم كده ايه. صباح الخير عليكم جميعا. والله العظيم الكومنت انا مسحته، اي كومنت سلبي انا بمسحه عشان طبعا العيال بيشوفوا الكومنتات، وما كانش دلوقتي هيبقى بعدين، فما فيش حاجه تزعلهم. وربنا يبارك في الاخت اللي ردت عليها. والله العظيم في ناس كتير قوي بتكبر بالخواطر، دول ربنا مسخرهم بلسانهم حلو. ربنا يبارك للناس اللي لسانها حلو. والناس بقى اللي شيطانها اللهم احفظنا مسيطر عليهم، ربنا ايه يهديهم لنفسهم. يلا هنعمل اول حاجة كيكة الفانتا، عشان طبعا اللبن لما يتحط في الخلاط وهكذا. هنعمل بقى 3، بما اننا هنعمل في الصينية الكبيرة نعمل 3 فانتا 3 سكر والبيض بتاعنا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بنفس المج اللي شغالة بيه هو اللي هتشتغلي بيه على طول، بتعايري بيه. هو 3 سكر و3 اللي هي فانتا. ويلا بينا. امبارح حسين وقع علينا السكر، قلت له فداك، رغم ان انا كنت زعلانه. قلت له يلا قدر الله ما شاء فعل، مش احسن ما كانت الميه السخنه وقعت عليه. فالحمد لله. يا ابني يا حبيبي استنى ما تعملش حاجه انا هعملها لك. يقول لي لا انا هعمل. فالحمد لله جت على قد السكر خير. اهم حاجه ان ربنا يبارك فيه ويحفظه. يلا بينا بقى نعمل ايه في الخلاط كده. 3 سكر وحطيت 3 فانتا بنفس المج اللي انا شغاله بيه. هضرب في الخلاط وبعد كده ننزل عليها بالبيض. هنضرب البيض في طبق كده عشان لو في اي قشر بيضة وقعت ولا اي حاجة تبقى هي باينة. عملت 4 بيضات كده حلوين، وطبعا بيض يعني فانيليا. هنزل بقى بكيسين فانيليا كده وكيس كيك شيف. والصينيتين طبعا حطيت فيهم ارضيتهم زيت، مشغله الفرن من دلوقتي وموطياه. ما هو انا لما اخلص واحده مش هحط واحده وارجع افتح الفرن واحط التانية عشان الاولانيه ما تهبطش. هخلصهم الاتنين، هعملهم الاتنين واحطهم هما الاتنين مره واحده. وفي طبق بلاستيك كده نزلت بالمواد الساقعه. وهنجيب بقى الدقيق ننخله ايه، عندك منخل صغير ماشي. انا جبت كده الصفايه ديت، هنخل بها الدقيق وانخل بها الكيك شيف. انا ما حطيتهوش في الخلاط، هنخله مع الدقيق وننزل بقى ايه بالزيت. يلا بينا. عندك مضرب كهربائي تمام، انا هعمل بالمضرب اليدوي، ما بحبش المضرب الكهربائي. ما عندكش مضرب يدوي يا ستي بايدك، طول ما ايدك نضيفه خلاص. الحمد لله بنتوضى ونصلي خلاص يبقى ايدينا نضيفه. غسلت بقى طبعا شفشق الخلاط عشان الحاجه التانية اللي احنا هنعملها. وطبعا الكيكه بالعكس عشان اي هوا فيها. حطيت شوية دقيق كده وقعدت اقلب شوية بشوية، وهنقلب وننزل بالزيت شوية بشوية برضه وهنقلب. ما شاء الله. هو انا عاوزة العيار دوت السمك بتاعها دوت. انا نزلت بالزيت وبالدقيق والكيك شيف وقاعدة اقلب اقلب اقلب
وبعد كده هنزل بيها في الصينية. وهنا الكيكاية اللي بالفانتا خلصت. ندخل بقى على الكيكاية طرطش وقعت منها، مش مشكلة، خير، ما دي كيكة وبتيجي كده. ندخل بقى على الكيكاية اللي العيال طالبينها، كيكاية بالكاكاو أو كيكاية بالشوكولاتة زي ما هما بيقولوا عليها. غسلنا الشبشق وغسلنا الطبق البلاستيك. هننزل بقى بكوباية سكر وكوباية لبن. هناك كانت فانتا، هنا ايه لبن. كوباية سكر وكوباية كوباية سكر وكوباية لبن. نزلت طبعا بكوباية السكر، هنزل بقى بكوباية اللبن، نضربهم في الخلاط. وبعد كده ننزل بالبيض. طبعا بالطبق اللي احنا كسرنا فيه البيض الاولاني هنكسر فيه البيض ده. وطبعا بيض يعني ايه؟ يعني فانيليا. والحاجة بتتضرب في الخلاط. كسرت كده 4 بيضات صغننين خالص قد البلية. يلا بينا ننزل بيهم في الخلاط. هنا بقى مش هنزل بالكيك شيف كله، لا انا هنزل بمعلقة كبيرة كده، لان الصينية بتاعتنا ايه؟ صغنونة، مش عاوزينها تقب اوي. وهنا نزلت بالمواد سائلة ونزلت بالزيت. ننزل بقى بالدقيق والكيك شيف، هننخله مع بعض عشان بيبقى فيها رواسب كده صغننة. وننخل يعني لو هتحطي كوبايتين دقيق يبقى خليها كوباية ونص، ونص التاني كاكاو. هنا كاكاو خام من غير سكر بنخله طبعا. وهنا كيكاية الشوكولاتة طبعا بلفها عكس كده. وانزل بقى في الصينية بتاعتنا. لو الكيكاية تشوفي سمكها، لو الكيكاية احتاجت دقيق تحط لها، لو تقلت منك كده حط لها شوية لبن. وكده تمام، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. ننزل بقى بالصينية ونحط الصينيتين الاتنين مرة واحدة في الفرن. حطيناهم بقى في الفرن على رف وسط كده، درجة حرارة 180 عشان تعمل على طول. عشان ننزل لوالدتي ان شاء الله نجهز بقى الصوص بتاع الشوكولاتة عشان نحطه على وش الشوكولاتة. هم عاوزين كده وطلب عيالي بالدنيا وما فيها. لقيت الغسالة بطلت، شلت منها الغسيل. هناخد بقى كوباية سكر وكوباية لبن نضربهم مع بعض. وهناخد 4 معالق كاكاو خام ونضربهم الأول. وبعد كده هننزل بسرسوب اللبن بسرسوب الزيت واحدة واحدة. بما ان لسه بدري على ما الكيكة تستوي، بروق حواليا الحاجة اللي عاوزة تتعان. طبعا هنستخدم كوباية زيت بس هننزل بيها سرسوب يعني حاجة بسيطة كده. خدنا هنا كوباية سكر وركننا برطمان السكر على جنب. عاوزين نروق الرخامة بقت فل. لو عندك سكر ناعم يبقى احلى واحلى. انا ما عنديش، هضرب السكر الاول في الخلاط انعمه شوية وبعد كده انزل بكوباية اللبن. مج اللبن بتاعنا جاهز، ننزل بقى بيها بالسكر. من تقوير البتنجان ادينا سمر. هنا ضربت السكر واللبن مع بعض. هعمل بقى الكاكاو هنخله عشان لو في اي حاجة ما تنزلش معايا. ادي الكاكاو دخلت اهوت عشان بقول لكم انخلوه عشان لو في اي حاجة ما تنزلش معايا. شكل الخلاط تحفة. بعد ما حطيت الكاكاو كده ونخلته، سيبكم السمنة اللي بجنب دي انا سايباها عشان نبقى نسيحها على البوتاجاز مع كوباية لبن. ننزل بقى بسرسوب زيت. مجهزة الزيت كده، نحط واحدة واحدة يعني حاجة بسيطة وانتوا الخلاط شغال. يا قلبي على والله بجد صوص الشوكولاتة. انا قاعدة امد ايدي كده واكل فيه، بدوقه السمك، بشوف السمك بتاعه وبدوقه. هو كده تمام، مش عاوزين اي حاجة ننقله في حاجة بقى. ونغسل الشفشق ونغسل حاجات الكيكة على ما الحاجة تطلع من الفرن. نقوم منزلين عليها صوص الشوكولاتة. وعملنا احلى صوص شوكولاتة الاول. والله انا كنت بخاف اعمله وقلت طب ما اجرب، اخسر ايه يعني. والحمد لله بيطلع معانا مرة في مرة حلو. ولما الكيكاية تطلع من الفرن نحط عليها. نغسل بقى حاجات اللي احنا استعملناها في الكيكة. نشرت وروقت مطبخي. نبص على الكيكاية نشوف، هنختبرها كده بشوكة او سلة او خلة. يلا بينا. ما شاء الله لقيت الشوكة طالعة ما فيهاش اي حاجة. ننزل بقى بالصوص بتاعها. حطيت كده صوص الشوكولاتة واللي اتبقى هسيبهولها بقى في التلاجة لو احتاجت تزود تمام. واختبرت الكيكاية بتاعت ابو الروش اللي هي بالفانتا، طالعة ما شاء الله المعلقة ما فيهاش اي حاجة. وكده رضونا الطرفين، عملنا اللي بالشوكولاتة وعملنا اللي بالفانتا ومش مهم احنا بقى. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويشفيهم ويعديهم وينصرهم على من يعديهم. اللهم امين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. ربنا يرحم موتاهم. اللهم امين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم انصر الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجبرنا جبر نتعجب منه أهل السماء وأهل الأرض. ربنا يشفي النفوس المريضة ويهدي لسانهم يا رب، ويجعلهم من كبار الخواطر، لأن ربنا اسمه الجبار، ربنا بيجبر بالخواطر.
يلا بينا نقول لكم ما تنسوش دعوة حلوة منكم لينا. يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بيكم، والدعوة اللي انتوا بتدعوا لنا لكم منا بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس واختار الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على حبيب عليه افضل الصلاة والسلام ودعوة حلوة وليكم منا بالمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب قناة عائلة أم روجي تكبر بفضل ربنا ثم بيكم.